شفت الموت بعيوني من ورا مشروب الطاقه. لما طلعت من المستشفى كنت لوين وصلت لاي مرحله بالمستشفى؟ الحمد لله رب العالمين انه 14 يوم لا اكل ولا شرب. استحلى المي، يحطوا لي بالشاشه يعموها مي ويحطوا لي اياها على شفيفي اللي لحوس شفافها. لا. استحلى المي، ما قدر فوت شيء على جسمي، دغري بصير بموت، يعني فيها موت. بنكرياس بقى يتحمل. بعد ما طلعت بقى قال لي ممنوع مشروب طاقه، ممنوع سفن اب، ممنوع اي شيء لحد هلا. سلطه، علبه طون، سمكه مشويه، عرفت كيف؟ ومشي على هذا الروتين. بس لما طلعت من المستشفى اللي يشوفني يفكرني انه انا لسه كم يوم بموت، لانه ضعفت شي 19 كيلو، صرت هيك نفسيا مدمر يعني. ومنيح اللي مرت على خير. هلا صرت انا كل ما اشوف حدا عم يشرب اجي اقول له يا اخي والله هيدي موتتني، لك شكلي لك كيف كنت. قام يقول لي ايه يرجع يكفي ويشرب، ما يرد علي. ما حدا بيسمع لك، بيتمسخروا عليك، بفكروك انه انت واحد اهبل. وانا بشيء انصحه انه انا شفت الموت بعيني مر هذا المشروب، ما حدا بيصدق. اليوم شو بتقول للعالم اللي بعدها مكفيه بهذا الموضوع؟ نصيحة من واحد وصل للموت، وصل للموت، معي صور وفيديوهات، فوتوا على التيك توك على الفيسبوك احضرهم. اللي بيشوفني بيقول صرت العالم تفوت تقول الله يشفيك، بس عارفين انه انا ما بكفي. رب العالمين اعطوني العمر، بس اعطوني العمر لحتى بدي رسالة للي عايش، قل له مشروب الطاقة ما تقرب عليه شو ما كان نوعه، شو ما كان نوعه. نصيحة من يعني البيبسي ارحم منه، او يمكن اي مشروب، بس مشروب الطاقه بقلبه ماده بتقعد بالبنكرياس وبتاكله، بتنهش البنكرياس. البنكرياس هو اللي بينظم السكري والشحم، يعني اذا طلع الشحم والسكري انت باي باي.